ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي بصراحه، يعني انا مقصره معاكم جدا جدا جدا، بس والله غصب عني. بس انا بس قلب الكاميرا كده حاسه ان الكاميرا فيها حاجه غريبه. ما اعرفش ليه اليومين دول بحس ان الكاميرا يعني مطلعه عيني نايمه. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني. عايزه اقول لكم ان انا مقصره معاكم، بس ان شاء الله الفتره الجايه كده دي مش هيبقى فيها تاثير. هحاول ان انا اهتم بالقناه شويه. جيت النهارده كده اسلم عليكم. الفتره اللي فاتت احكي لكم كان ايه اللي حصل لي. كان عيد ميلاد كندا، عيد ميلادي كنت مشغوله فيه. كان ان انا واخده اجازه، كنت حابه ان انا اريح شويه. وكان اختي كمان كانت بتنقل من شقه لشقه، وانتوا عارفين اصلا يعني موضوع النقل ده بيبقى صعب جدا. فانا كنت بقى ايه معاها، يعني كنت معاها وبنقل معاها. اي نعم، الموضوع ما خدش مني 3 ايام حاجه كده يعني. المهم ان انا لسه راجعه النهارده حالا من عند اختي. مش حالا قوي يعني، رجعت. يا دوبك بس ظبطت كده غسيل في الشقه، طبقت ومش عارفه ايه وكده. وقلت بقى اعمل غدا بقى، يعني انا واحده بقالي كام يوم بره البيت، فقلت لا احضر غدا. طب قلت كمان برضه في نفس الوقت ما اسيبش برضه التصوير كده، ما بصورش ما بعملش اي حاجه. متعرفوش في ايه، من ساعه ما القناه اتفعلت ونزل عليها الربح وانا مهمله فيها جدا جدا جدا، بس ان شاء الله ربنا يقدرني وما اهملش فيها. جيت ربنا يبارك لها طبعا حماتي، لقيتها جايبالي الوراك دي ماشي، وكوسه وملوخيه. فهعمل النهارده برضه الغدا، هعمله كده معاكم ونشوف مين هيبقى فيه. عايزه اقولك على حاجه، لو انت وصلتي يعني الجزء دوت، ما تنسينيش كده باللايك الجميل بتاعك، وما تنسانيش ب الاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه. يلا بينا بقى نحضر الغدا مع بعض ونشوف بقى هل هنخرج، هل هنعمل ايه، مش عارفه. خلينا بس نكمل الفيديو ايه مع بعض. حبيت كده ابدا بالكوسه، ان انا اغسلها. جبتها كده في طبق ومسكتها بقى ايه، غسلتها كويس جدا، علشان انا بقلق بصراحه من الخضار ان هو يعني بحب ان هو يتغسل كويس يعني. عايزه اقول لكم ان انا الكوسه دي بحب الاول زمان وانا عند ماما، ما كنتش بحبها، بس اول ما اتجوزت يعني بصراحه حبيتها، يعني اتعودت عليها يعني من جوزي. سبحان الله، فعلا لما بتتجوزي فعلا ممكن تغيري حاجات انتي ما بتحبهاش بتبقي بتحبيها، وحاجات انتي كنتي بتحبيها ما بقيتيش تحبيها. فهو سبحان الله فعلا بتغيري العيشة كاملة، يعني بتنتقلي من مكان لمكان بيحصل فيه تغيير تماما يعني. فانا بقالي كتير قوي ما عملتش الكوسه، فقلت لا خلاص بقى، يعني ايه اعمل لهم بقى كوسه. اولا كوسه مفيده لكندا، ومفيده لشعرها، ومفيده لينا احنا كمان يعني. والله يا جماعه بحاول على قد ما اقدر الفتره دي ان انا اكل، يعني ناكل الحاجات المفيده، لاني بصراحه بحس ان انا مهمله جدا في موضوع الاكل ده. ولكن يعني مش بيبقى قصدي والله، بس هما فعلا عندي كريم وكنده مش بياكلوا اي حاجه، وده بيخليني ان انا ببقى بتوتر جايه، اللي هو مش عارفه اعمل لهم ايه من كتر ما هما مثلا. عندي كنده الكوسه ما بتاكلهاش، اللوبيا ما بتاكل، لا ممكن تاكل لوبيا او فاصوليا اللي هي معين سودا دي بتاكلها، لكن الباقي لا، ما مش بتاكله خالص، ما بتاكلش اي حاجه. ممكن كمان الفتة، تاكل الفتة لو هتاكل الفتة مثلا عليها مش فتة بقى زينا كده، لا رز وعليه صلصة بس. فده بقى بيبقى موترني، وبيبقى محسسني بتأنيب الضمير ان انا مش عارفة اقدم لها التغذية الكاملة يعني. فبحاول على قد ما اقدر اعمل الحاجات اللي هي بتحبها. والله انا زي ما انتم شايفين عملت الاكل ده، وهي كاد يكون ما كانش منه حاجة، يعني معلقتين رز بس. فطب ما ده ما ينفعش، بس هي بقى بتحب مثلا الفول، تحب الرنجة على هواها، برضو الرنجة دي على هواها. تحب مثلا تحب تاكل التونة جدا. فطبعا جبن لا، ممنوع عندها، ما بتاكلش جبن خالص نهائي، ما تقدرش اصلا تشم حتى ريحتها. فده بيخليني كده مش عارفه، ببقى مقصره في حته الاكل. فبحاول على قد ما بقدر يعني، لا ان انا اعمل اكل يكون مفيد، او اغصب عليها مثلا ان هي تاكل حاجه بسيطه يعني. فاللي عنده حل للمشكله دي يقول لي. هنا بقى كنت بصراحه مقدره جدا ومتضايقه، اللي هو ايه ده، هو انا هطبخ ببصل احمر يعني؟ بس ما كانش عندي غيره، فطبخت بيه يعني. بس بص اللي هو ايه، لا متضايقه بصراحه، كنت متضايقه اللي هو لا انا ما مش عارفه انا اطبخ ببصل احمر. المهم حطيت كده البصل، وحطيت الثوم، وحطيت كده بقى ايه
السمنة بتاعتي وهانزّله بقى كده إيه على النار. باحب بقى بجد يا جماعة الكوسة اقعدي شوّحي فيها شوّحي فيها كده حبّة حلوين، علشان خاطر كل ده يعني يبقى كده يستوي مع بعضه، بجد هيبقى في حتّة تانية خالص. خلّصت كده الكوسة وقلّبتها ورُحت نزلت عليها كده إيه بالصلصة. هنا قُلت بقى ابتدي إن أنا أعمل الرز. هانزّل برضه معلقتين سمنة كده حلوين، وهانزّل عليهم معلقة زيت. وهاشغّل بقى هنا عندي الإشعال مش شغّال، مش فاهمة فيه إيه، البوتاجاز حصل فيه إيه. بس هي في العين الكبيرة بس اللي مش شغّال، يعني بقية العيون لأ شغّال تمام ما فيهوش أي حاجة. حطيت كمان معاه الزيت. باحب عامةً الرز باحب إن أنا أعمله زيت مع سمنة، يعني أحب أعمل الاتنين مع بعض. وهابتدي بقى أقلّب الشعرية كده، وأنا باعمل الشعرية قُلت برضه إيه، في نفس الوقت أجيب بقى كده الفراخ قدّامكم. بصراحة حطيت الفراخ كده على البوتاجاز عشان ما كنتش عايزة أنقل بقى الstand من مكان لمكان، كسلت بصراحة، بس قُلت برضه إيه أوريها لكم. هي أصلًا كانت مغسولة، بس حطيتها في طبق، وحطيت عليها كده حبة ملح ونقعتها كده شوية عشان تبقى يعني نضيفة كده ما فيهاش أي حاجة. وهارجع بقى كده دلوقتي أعمل إيه، هاحط الفراخ. باحب بقى الفراخ يا جماعة عشان تبقى حلوة معاكم والله يعني جربوها، اعملوا لها صدمة. باحب إن أوي أعمل لها صدمة كده. يعني أدّي الفراخ صدمة، أحط زي ما أنتم شايفين حطيت حلة كده وحطيت فيها معلقة سمنة، وأنزل كده إيه بالفراخ تاخد بقى إيه الصدمة بتاعتها. في الوقت اللي أنتِ بتعملي بقى فيه الأكل ده لازم تكوني مشغّلة الكاتل. ليه بقى لازم أكون مشغّلة الكاتل؟ لازم تكوني مشغّلة الكاتل على أساس إن أنتِ تبقى الحاجة معاكِ يعني إيه، الرز عايز مَيّة سخنة، الفراخ برضه باحب إن أنا أحط لها برضه مَيّة سخنة. المهم بقى كده قلّبت كده كويس جدًا، وهابتدي بقى إيه، إن أنا أنزل بالفراخ تاخد بقى الصدمة. عارفين أنتم بقى لازم تسمعوا في الفراخ كده اللي هو إيه، تِش كده ولونها يتغيّر. أول ما لونها يتغيّر تروحي حاطة على طول إيه، المَيّة. هنا ابتدت بقى الشعرية بُصّوا شغّالة تاخد لون ولون لأ، بسبب إن أنا من الجوانب عايزة تنزل يعني. فرُحت نزّلتها كده كويس، وقلّبت كده الفراخ برضه معايا كويس على أساس إن إيه، كل الجوانب بتاعة الفراخ تاخد الصدمة بتاعتها. هانزل برضه في الفراخ كده هاقطّع كده بصلتين، أحط بصل وأحط ورق لورا وأحط حبهان. باحب إن هو بقى إيه، بيدّي كده للشوربة ريحة وطعم جميل جدًا. بجد يا جماعة جرّبوا حتّة إن أنتم تعملوا الفراخ بالطريقة دي هتفرق معاكم جدًا، وهيبقى يعني مودية الفراخ في حتّة تانية يعني. بس إيه، جرّبوها. المهم زي ما أنتم شايفين كده حطيت بقى الفراخ وقلّبتها كده، حطيت الحاجة اللي أنا قُلت لكم عليها قلّبتها. أنا باحب أوصل للون ده للشعرية، بتبقى لونها كده حلو، ما باحبش إن هي تبقى فاتحة، ولا أحب إن هي تكون غامقة، يعني هو الوسط حلو. وهاجيب بقى كده الرز وانزل برضه على الرز، بس أوصل بس إيه، للون المطلوب. المهم كده خلاص برضه شغّالة أقلّب فيها وكنت معايا في إيدي برضه إيه، الرز. بُصّوا باحب إن أنا وأنا باشتغل في المطبخ عامةً إن أنا أحط على كل العيون كل حاجة، علشان خاطر ما إيه، ما ما اقعدش كتير في المطبخ. أصلًا أنا من نوع الناس اللي أنا ما باحبش المطبخ يا جماعة بصراحة. بس يعني خلاص يعني إحنا كبرنا وبقينا في ناس مسؤولة مننا، فلازم يحصل إن إحنا مثلًا نعمل أكل، ما ينفعش إن إحنا ما نعملش أكل، كده يعني. لمّيت كده بقى كده كل حاجة، وهابتدي بقى كده إن أنا أنزل كده بالمَيّة السخنة. تمام. وهانزل هنا كمان بالملح، وهاغطّي بقى كده ويكون كده الرز نزل خلص معايا. حطيت برضه حبّة مَيّة علشان خاطر الصلصة كمان تفُك شوية. وكانت كمان هنا الرز كده اتضبط معايا وخلص. باحب إن أنا أضبط المَيّة بتاعته من الأول خالص، ما باحبش إن أنا المَيّة لسه أرجع أضبطها بقى تاني أو هو يحتاج مَيّة أو كده لأ. من الأول خالص باحب إن هو إيه، يتضبط معايا. حطيت بقى الرز كده على العين الواطية وعليته، وهنا قُلت بقى إيه، أشوف بقى كده الفراخ عايزة برضه أوريها لكم. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده ضبطت كده خالص. وهانزل عليها برضه المَيّة السخنة كده. بس قُلت بقى إيه، أحط كده الورق اللوري عشان الورق اللورا والحبهان هيدّي له إيه، يعني ريحة تانية. بس كده يا جماعة هاجيب بقى إيه الكاتل وهانزل برضه عليه.
عايزاكي كده برضو ايه، كلنا والله بيجي علينا اوقات مش بنبقى قادرين نقوم نعمل كده الاكل، بس لا اشجعي وقومي وقفي في المطبخ. حقيقة يا جماعة وقفة المطبخ ليها ليها هيبة كده، اللي هو اصلا اول ما انا عملت الاكل حسيت اللي هو لا انا انجزت لدرجة ان انا من كتر ما انا انجزت ما عملتش اي حاجة تاني. حلوين، حضرنا بقى كده الغدا. تمام كده الملوخية اهي. بصوا الرز، الملوخية بصراحة ما عملتهاش، حماتي هي اللي طلعت لي طبق، فلما طلعت لي قلت بقى ايه مش لازم يعني اعمل كده. عندي حطيت طبق الرز كده. بصوا شكل الكوسة يهبل، حطيتها في الفرن، وهنا برضو الفراخ دخلتها معاها الفرن والعيش. هنروح بقى نتغدى ونشوف هنعمل ايه تاني.